قول له انا راضي، قول له انا راضي، قول له يا رب انا راضي باللي بيحصل لي، يا رب انا راضي بكل اللي انت بتعمله لي وبترتب لي حياتي وانا عارف. ولو زعلان شويه كنت زعلت غصب عني، قول له كده. قول له يا رب اللي حصل لي كنت حاسس ان هو المفروض ما يحصليش عشان انا كويس وبعمل اللي عليا وانسان جميل وبدي وبتاع، بس قول له انا راضي، انا راضي يا رب، راضي وبقول لك الحمد لله رب العالمين، لاني عارف ان انت بترتب لي اللي بيحصل لي ده. اتاري ده مصلحه ليا وانا مش واخد بالي، اتاري ان انت وانت بترتب لي الامور ان انا شايفها وحشه قوي، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده سبحان الله بتتحقق قدامك، هتستغربوا من اللي هيحصل لك، هتستغربوا من حكمة الله. انا راضي يا رب وعارف ان انت بترتبها لي، وان لو ما حصلش الموقف ده ما كنتش هوصل للحتة اللي انا وصلت لها دلوقتي، او هوصل لها كمان شوية، كمان شوية اصبر. والذين صبروا على ربهم يتوكلون، والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله ان ربي، لازم تقول كده الحمد لله إن يعني كل حاجة بإيد ربنا. قول الحمد لله كل حياتي ليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حاجة ليه. ما تزعلش بقى اللي بيحصل لك، والله ما تزعل، والله العظيم ده لمصلحتك. أول ما تحمد ربنا وترضى بالفكرة اللي بقولها لك دي، شوف اللي هيحصل لك، شوف كمية العوض بقى الكبيرة هتنزل سجدة لله، سجدة لله. فركز بقى في حياتك وفي مستقبلك، ما تفكرش في حاجة. اعمل اهداف صغيره قوي، صغيره حتى لو صغيره، وعايز تقول ده يا عم مش هيجيب نتيجه. في ناس تقول لك انا لو عملت الحاجات دي يعني دي اللي هتعمل، هي دي اللي ممكن سبحان الله صغيره مع صغيره، صغيره هتدي حاجه كبيره. ابدا، ولو لو هتقول الحمد لله، والله العظيم لو هتقول الحمد لله وتصوم صيام لله في رجب، في شهر رجب الجميل اللي احنا فيه، لو هتصلي ركعتين لله، لو هتقول سبحان الله وبحمد، لو هتصلي على النبي، لو هتستغفر الله، استغفر الله، لا اله الا الله، هتقول لا اله الا الله، والله العظيم هتفرق معي. فلو زعلت شويه قول يا رب انا راضي، يا رب الحمد لله انا مبسوط يا رب اللي انت عملته معايا، وعارف انك بترتب لي حياتي، كلمه كده، وعارف ان انت بترتب لي، وعارف ان انت كان المفروض يحصل الموقف ده وانت خليته يحصل. انا ممكن اكون قصرت فيه شويه، او انا اتصرفت فيه مش صح، او اتصرفت صح وبرضه كانت العقاب كان كبير عليا، او المشكله كانت كبيره عليا، لكن في النهايه انت اللي شايف لي الخير يا رب. هو احنا مسيرين في شكل مخيرين، يعني انت مخير، انت مخير، بس في حاجة كبيرة كده اسمها يعني الكون كله، وربنا مديك حتة كده فيها، انت فيها مسير. مسير يعني واخد الحاجة اللي انت اخترتها دي، هي معروفة عند ربنا من الاول، فربنا بيعمل لك الخير. يعني المواقف اللي بتحصل لك دي خير، خير 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 خير، ما عملش حاجة وحشة ابدا. انت فاكره شر، فاكره شر، لكنه خير كبير قوي، وترتيب خطوات بتمشيها في حياتك. الخطوات اللي بتمشيها دي هي اللي بتوصلك لنقطة معينة، ما كنتش هتوصل للي انت عايزه، للحاجة الجميلة اللي في حياتك، الهدف اللي انت كنت عايزه ايا كان، احلامك ما كنتش هتوصل لها لولا اللي حصل لك الوجع والألم والتعب والخذلان. فعينك بتفتح، والناس اللي حواليك يتعبوك ويضايقوك، حتى اخوك في الطريق يضايقك، هتلاقي كل الناس بتسلط عليك الفترة دي. ليه؟ عشان انت بدأت تبقى كويس وبدأت تبقى احسن. فقرب من الله في هذه الايام بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي، هتلاقي الفرج والفتح الكبير. يلا يلا عشان فيش وقت، يلا بينا.